بيبدأ الفيلم ببنت بتوقف عربية في الشارع وبتطلب من صاحب العربية إنه يوصلها فبيوافق، ولما بتركب معاه بيترمي على العربية صخرة كبيرة جدا، فصاحب العربية بيفقد سيطرته على العربية وبيعمل حادثة وهما الاتنين بيموتوا. وهنا بنشوف إيرلي وهو واقف فوق الجسر بعد ما رمى الصخرة على العربية، وبنتنقل لبريان وأصحابه اللي بيكونوا سهرانين مع بعض في حانة، ووقتها بريان بيقول لهم إن أي قاتل متسلسل في الدنيا ما هو إلا مريض نفسي وما ينفعش نحاكمه أو نعاقبه على الجريمة اللي هو ارتكبها، لكن لازم نعرضه على دكتور نفسي علشان يعرف الدوافع اللي خلته يرتكب جرايمه ونحطه في دار للرعاية النفسية ونعالجه، لأنه في الغالب مش هيكون مسؤول عن تصرفاته. وهنا صاحبه بيقول إن ده مش هيكون رأيه لو القاتل المتسلسل ده قتل أمه أو حد عزيز عليه، لكن بريان بيصمم على موقفه وبيقوله إن حتى لو أمه اتقتلت على إيد قاتل متسلسل فحبس اللي قتلها أو إعدامه مش هيرجع له أمه. ولما بريان بيخلص سهرته مع أصحابه بيروح مع حبيبته كلير لمصنع حصلت فيه سلسلة من جرائم القتل، وبيشاور لها على الأماكن اللي تم اكتشاف الجثث فيها، وبتفضل كلير تصور الأماكن اللي الشرطة اكتشفت فيها وجود الجثث، وده لأنها مصورة محترفة. وهنا بريان بيقول لها إنه لازم يخلص كتابه عن أشهر القتلة المتسلسلين في البلد بسرعة، لأنه التزم مع دار النشر بميعاد يسلم فيه الكتاب، وخد منهم دفعة من فلوسه مقدم وصرفها على العربية وإيجار البيت اللي كان متأخر عليه. وفي نفس الوقت بيكون إيرلي في الحانة اللي حبيبته أدل بتشتغل ويترس فيها، وبيطلب منها تحضر له الأكل بتاعه، ولما بتجيب له الأكل بتشوف الحذاء اللي إيرلي جابوه لها هدية بمناسبة عيد ميلادها، فبتشكره عليه، لكنها ما بتبقاش عارفة إنه نفس حذاء الست اللي كانت في العربية وحبيبها هو اللي موتها. وتاني يوم الصبح بيخرج إيرلي من المقطورة اللي هو عايش فيها مع أدل، ووقتها أدل بتطلب منه إنه يحاول يتصرف في فلوس الإيجار، لأن صاحب المقطورة طالبها بالإيجار أكتر من مرة وهددها إنه هيطردهم لو ما دفعوش الإيجار، فإيرلي بيقول لها لو جه مرة تانية ما تفتحيلوش الباب. وفي نفس الوقت بتكون كلير متضايقة جدا لأن كل معارض الصور الفوتوغرافية بترفض صورها اللي بتعرضها عليهم، وبتقول لبريان إنها بتحلم تروح تعيش في كاليفورنيا لأن هناك الفنانة اللي زيها بتتقدر كويس. وبنروح لإيرلي تاني، وهنا ضابط إطلاق السراح المشروط بيقوله إنه كان لازم يعرفه إنه ساب شغله في مصنع المرايات، لأنه شرط من شروط إطلاق السراح المشروط إنه يلتزم بالشغل في المكان اللي الولاية تشوفه مناسب ليه، فبيعرض عليه الضابط إنه يشتغل بواب في الجامعة، بس إيرلي بيرفض وبيقوله إنه هيلاقي وظيفة كويسة، فبيحذره الضابط من مغادرة الولاية وبيقوله إنه لو عمل كده هيرجع للسجن مرة تانية. وبنتنقل لبريان اللي بيقول لكلير إنه قرر يزور كل الأماكن اللي حصلت فيها جرائم قتل للقتلة المتسلسلين علشان يقدر يوصف الأماكن دي وصف دقيق، وبيوريها على الخريطة إن من ضمن الأماكن دي كاليفورنيا، وبيوعدها إنهم لما يوصلوا لكاليفورنيا هيستقروا هناك، وبيقول لها إنها هتساعده في كتابه وهتصور له الأماكن اللي حصلت فيها جرائم القتل، وبيقول لها إنه هيحاول يلاقي حل في المبلغ اللي هيحتاجوه علشان بنزين العربية ومصاريف السفر. وتاني يوم الصبح صاحب المقطورة بيستنى إيرلي لما بيركب عربيته وبيروح يطالبه بفلوس الإيجار، وهنا إيرلي بيحاول يدوسه بالعربية، فصاحب المقطورة بيتنرفز عليه وبيقوله إنه هيديله مهلة يومين بس وبعدها هيبلغ عنه البوليس. وبنشوف بريان وهو بيعلق إعلان في الجامعة اللي كان بيزور المكتبة فيها بشكل منتظم علشان يجمع معلومات عن القتلة المتسلسلين، وبيكون مكتوب في الإعلان إنه محتاج شريك سفر لرحلة هيزور فيها الأماكن اللي حصلت فيها جرائم قتل علشان يكتب عنهم في كتابه، وآخر محطة في الرحلة هي كاليفورنيا، وبيبقى موضح في الإعلان إن شريك السفر ده هيتحمل نص تكاليف السفر. وفي نفس الوقت بيكون إيرلي في الجامعة بيسأل على مكتب شؤون العاملين، وده إنه بيكون قرر إنه يقبل وظيفة البواب علشان يجيب فلوس يدفع بيها الإيجار. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف إيرلي وهو بيحفر حفرة عميقة قدام المقطورة، ووقتها أدل بتقوله إنها جهزت له الأكل، فإيرلي بيقولها إنه هيخلص اللي بيعمله ويدخل يتعشى معاها. وتاني يوم الصبح بيكون إيرلي وأدل مستنيين بريان وكلير، وهنا بنعرف إن إيرلي اتصل ببريان وقال له إن هو ومراته عايزين يكونوا شركاء ليهم في رحلتهم لكاليفورنيا. وقبل ما بريان وكلير يوصلوا بتكون أدل قلقانة وبتقول لإيرلي إنها مش مرتاحة لفكرة إنهم يسافروا مع ناس ما يعرفوهمش. وهنا بنشوف بريان وكلير وهم في طريقهم لإيرلي وأدل، وكلير برضه مش بتبقى مرتاحة للفكرة زي أدل، لكن بريان بيحاول يطمنها، وبيوصلوا وبيقابلوهم وبيركبوا معاهم العربية علشان يبدأوا رحلتهم. ووقتها بريان بيسأل إيرلي أنت بتشتغل إيه؟ فأدل بتقوله إنه عامل في مصنع مرايات لكنه ساب الشغل مؤخرا لأنه كسر مرايات كتير،
وهنا بنتنقل للمقطورة اللي كان ساكن فيها إيرلي علشان نشوف عدد كبير من رجالة الشرطة وهم بيعاينوا المكان بعد ما إيرلي حرق المقطورة، ووقتها بيكتشفوا جثة صاحب المقطورة اللي بتكون مدفونة في الحفرة اللي كان إيرلي بيحفرها. وبنروح تاني لإيرلي اللي بيشتري حاجات من محل على الطريق وبيديها لبريان وكلير، وبيدي لأدي الكاميرا علشان تصورهم بيها. وبيوصلوا لبيت القاتل المتسلسل مايكل اللي قتل 5 من أسرة واحدة استقبلوه في بيتهم، وبعدها هرب والشرطة ما قدرتش توصل ليه. وبتفضل قادر تصورهم لحد ما بريان بيشوف بنت صغيرة بتقوله إن هم يملكوا البيت، فبيطلب منها تقول لأبوها إنه عايز يتكلم معاه. وبيطلب بريان من الأب إنه يسمح لهم يصوروا البيت، وبيقول له إنه بيكتب كتاب عن القاتل المتسلسل مايكل اللي قتل سكان البيت ده من فترة كبيرة، لكن الأب بيرفض وبيطرده. وفي الوقت اللي صاحب البيت مشغول فيه بالكلام مع بريان بيفتح إيرلي الشباك وبيسرق شنطة موجودة على الترابيزة القريبة من الشباك. وبالليل كلهم بيتعشوا في مطعم الفندق اللي هيباتوا فيه، ووقتها كلير بتلاحظ إن تصرفات إيرلي غريبة شوية، ولما بيخلصوا أكل إيرلي بيقول لبريان ادفع أنت الحساب. ولما إيرلي بيدخل لأوضته بيفتح الشنطة اللي سرقها فبيلاقي فيها مقص ومبلغ صغير. أما كلير فبتقول لبريان إنها مش مرتاحة لإيرلي، وبتقول إن طريقة كلامه وتصرفاته مش طبيعية، لكن بريان بيحاول يطمنها وبيقول لها إن تصرفاته دي أكيد نتيجة البيئة اللي اتربى فيها، وبيقول لها إنه لحد دلوقتي ما عملش أي حاجة تخليهم يشكوا فيه. والصبح بيكون بريان وكلير بيفطروا، فبتتفاجئ كلير لما بتلاقي أديل قصت شعرها زيها، ووقتها أديل بتقول لبريان إن إيرلي قال لها إنه بيحب الشعر القصير وعشان كده قصلها شعرها. وهنا بيوصل إيرلي وعلشان ما يدفعش الحساب بيرفض يفطر معاهم، وبعدها بيكملوا طريقهم مع بعض لحد ما بيقفوا قدام محطة بنزين. ووقتها بريان بيقول لإيرلي إن ده دوره علشان يدفع فلوس البنزين، فبينزل إيرلي من العربية وما بيبقاش عارف يجيب فلوس منين لحد ما بيلاقي قدامه راجل باين عليه من نوع عربيته ولبسه إنه غني، فبيستناه إيرلي لما بيدخل الحمام وبيدخل وراه وبيقتله وبيسرق فلوسه. ولما بيخرج إيرلي من الحمام بيلاقي بريان قدامه وبيقوله إنه هيدخل الحمام يغسل إيده، لكن إيرلي بيمنعه وبيقوله إن الحمام عطلان. وبيحاسب إيرلي على البنزين وبيتحركوا بالعربية. وفي الطريق بريان بيتكلم مع إيرلي عن القاتل المتسلسل الملقب بالدالية السوداء، وبيقوله إنه بعد ما ارتكب جرايمه اختفى وناس كتير بتقول إنه مات. وبيسأله إيرلي عن رأيه في الكلام اللي الناس بتقوله، فبيطلب إيرلي من بريان إنه يسجل رأيه، وبيقوله أنا متأكد إن الدالية السوداء ما ماتش، وإنه أكيد دلوقتي بقى راجل عجوز عايش في بيته وحيد ودايما بيفكر في اللي عمله. وبالليل بيوصلوا للفندق اللي هيباتوا فيه، وبيخرج بريان يسهر مع إيرلي. ووقتها كلير بتعرض على أديل إنها تقصلها شعرها قصة أحسن، فبتوافق وفعلا بتقصلها شعرها، وقصة الشعر بتعجب أديل جدا. ولما كلير بتعرض عليها إنها تشرب معاها أديل بتقول لها إنها ما تقدرش تشرب لأن إيرلي ما بيحبش الست اللي بتشرب، وبتعرفها إنه دايما بيضربها وبيعاقبها لو خلفت أوامره. ولما كلير بتسألها ليه بتسمحي له يضربك بتقول لها أديل إنها بتحس بالأمان وهي معاه، وبتحكي لها إن وهي عندها 13 سنة اتعرضت للاغتصاب ودخلت للمستشفى بعد اللي حصل لها وقضت فيها 4 شهور. وبتقول لها إن لو كان إيرلي معايا في الوقت ده كان هيحميني. وبتكمل أديل كلامها وبتقول لها إن إيرلي لسه خارج من السجن قريب بسبب حيازة سلاح ومقاومته للضابط اللي قبض عليه. ولما بيبان على كلير إنها اتضايقت من اللي سمعته أديل بتسيبها وبترجع لأوضتها. وفي نفس الوقت بيكون بريان وإيرلي في الحانة، ووقتها بيحاول واحد إنه يضرب بريان فإيرلي بيدافع عنه وبيضرب اللي بيحاول يضربه بعنف. ولما بيخرجوا من الحانة بريان بيشكره على اللي عمله معاه. والصبح كلير هي اللي بتسوق العربية لكنها بتقف فجأة لما بتشوف مسدس مع إيرلي، وبدل ما بريان ياخد موقف إيرلي هو اللي بيعلم بريان النشان بالمسدس على شبابيك مصنع مهجور. ولما بيقدر بريان ينشن كويس إيرلي بيقوله إنه هيديله المسدس ده هدية، وبيقوله إنه لازم دايما يشيل سلاح معاه علشان يحمي نفسه بيه وقت اللزوم. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للمنطقة اللي فيها مصنع، وهناك بتكون حصلت مجزرة نفذتها القاتلة المتسلسلة جولييت واتسمت باسمها مجزرة جولييت تكساس. ولما بريان بيدخل المصنع بيبدأ يتكلم مع ضحايا جولييت، ووقتها كلير بتصور المكان بعصبية. ولما بريان بيسألها عن سبب عصبيتها بتقوله إنها ما بقتش
كانتش مستحملة وجود إيرلي معاهم، خصوصا بعد ما عرفت إنه كان مسجون، وبتقول له إنه لو ما طلبش منه إنه يسيبهم ويمشي في محطة البنزين اللي جاية هي اللي هتسيبه وتمشي. ولما بيوصلوا لمحطة البنزين بتنزل كلير من العربية، وبنشوف بريان وهو بيتكلم مع إيرلي، وكلير بتكون شايفاهم من السوبر ماركت الملحق بالبنزينة وهم بيتكلموا، بس بتتفاجئ لما بتشوف في نشرة الأخبار فيديو ليهم مع إيرلي اتاخد من كاميرا المراقبة في البنزينة اللي إيرلي قتل فيها ضحيته، والمذيعة بتقول إن الشرطة بتدور عليهم. وهنا بيدخل إيرلي للمحل وبيهاجم كلير وبيقتل البياع اللي في المحل وبيقول لها إنه مش هيسيبهم، وبيرجع كلير للعربية بعنف، وبريان ما بيقدرش يدافع عنها، ووقتها إيرلي هو اللي بيسوق. وتاني يوم بيكونوا كلهم في محل مهجور على الطريق، وأدل بتجيب لهم الأكل. ولما إيرلي بيسأل بريان إذا كان قتل حد قبل كده فبريان بيقول له لأ، فبيسأله إيرلي إزاي هتكتب عن حاجة أنت عمرك ما جربتها. وتاني يوم بيكملوا طريقهم، ووقتها إيرلي بيسأل بريان عن المكان اللي هيزوروه بعد كده، فبريان بيقول له إنه ما بقاش مهتم بالموضوع، فبياخد إيرلي الخريطة اللي بريان محدد عليها الأماكن اللي هيزورها، وبيطلب منه يروح على منجم دافيدسون في نيفادا. ووقتها كلير بتقول لبريان إنها هتفضل في العربية مع أدل، بس إيرلي بيقول لها إنها لو حاولت تهرب هيقتل بريان. ولما إيرلي وبريان بيدخلوا للمنجم بتحاول كلير إنها تقنع أدل بمساعدتهم، لكن أدل بترفض تسمع كلامها وبتعلي صوت الراديو بتاع العربية. وهنا بتوصل عربية شرطة وبتتعرف على كلير وأدل وبيطلبوا منهم يسلموا نفسهم، وفي اللحظة دي بيضرب إيرلي نار على الضباط، فواحدة بتموت والتاني بيتصاب وبيقع على الأرض، فبيدي إيرلي المسدس لبريان وبيطلب منه يقتل الضابط لكنه بيرفض، ووقتها إيرلي بياخد منه المسدس وبيقتل هو الضابط. وبعدها بيسوق العربية لحد ما بيلاقي بيت على الطريق، فبيوقف العربية وبيدخل البيت. وبعدها بنشوف بريان وكلير وهم متكتفين، ولما بيسأل ميشيل صاحبة البيت عن جوزها بتقوله إنها أرملة، لكنه بيكتشف إنها بتكذب عليه لما بيشوف جون جوزها. ولما ميشيل بتشوف جوزها مقتول بتفقد الوعي، وهنا أدل بتفضل جنب ميشيل، ولما بتستعيد وعيها أدل بتهربها. ولما إيرلي بيعرف اللي أدل عملته بيتعصب عليها، فبتضربه أدل على راسه بعنف وبيتجرح. وهنا بنسمع صوت رصاصة. ولما بيدخل إيرلي للبيت بيقول لكلير إنه محتاج لزوجة تانية بعد ما قتل أدل، وبيوجه المسدس لراس بريان، فكلير بتترجاه ما يقتلهوش وبتقول لإيرلي إنها هتعمل كل اللي هو عايزه. وهنا بيضرب إيرلي بريان بكعب المسدس على راسه فبيفقد الوعي، وإيرلي بياخد كلير وبيمشي وبيروح بيها لمنطقة اختبار دريم لاند النووية على الحدود بين ولاية كاليفورنيا وولاية نيفادا. وفي نفس الوقت ميشيل بتفوق بريان وبتديله مفتاح عربيتها وبتقوله ان إيرلي قطع كل خطوط التليفون اللي في المنطقة علشان ما يعرفوش يتصلوا بالشرطة، وبتعرفه انه مشي بالعربية من طريق فاير الغربي، وبتطلب منه يتصل بالشرطة من اول تليفون يقابله على الطريق. واثناء كده بياخد إيرلي كلير وبيدخل لبيت مهجور في المنطقة، وفي نفس الوقت بيسوق بريان العربية بسرعة جنونية لحد ما بيشوف عربيته على الطريق فبيجري بالعربية ناحيتها، وهنا بيعمل حادثة وعربيته بتتقلب. أما إيرلي فلما بيحاول يقرب من كلير بتطعنه بإزاز خدته من على الأرض فبيضربها، ولما بتحاول تهرب بيمسكها وبيكلبش إيديها. وتاني يوم الصبح لما بيفتح إيرلي الباب بريان بيضربه فبيقع على الأرض، ولما بريان بيدور على كلير بيلاقيها مجروحة وآثار التعذيب على جسمها، فبيتعصب وبيخرج من الأوضة علشان يضرب إيرلي، لكن إيرلي هو اللي بيهاجمه وبيوقع بريان على الأرض وبيفضل يضرب فيه بعنف. وقبل ما إيرلي يقتل بريان بتضربه كلير، وهنا بياخد بريان مسدس إيرلي اللي بيكون موجود على الأرض وبيضرب إيرلي بالنار فبيقع على الأرض، وبيقرب بريان منه علشان ياخد منه مفاتيح العربية. ولما بيحاول إيرلي يضرب بريان بيوجه بريان المسدس ناحيته مرة تانية وبيخلص عليه. وبعد فترة بنشوف بريان وهو في بيته الجديد في كاليفورنيا وبيكون شايف كلير وهي على شط البحر. هو وقتها بيقول لنفسه إنه مش عارف إيه السبب اللي خلى إيرلي يكون قاتل، مع إنه كان باين عليه إنه إنسان طبيعي جدا، لكن الحاجة اللي هو متأكد منها إن أي إنسان ممكن يقتل، لكن الفرق إن اللي بيقتل غصب عنه بيفضل شعور الندم ملازمه طول عمره. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.